أما بالنسبة لمسألة والمساكين والصالحين أخبارهم إيه؟ في آية مثلا بتقول لما ربنا يريد أن يهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هل بالمنطق يا بني آدم يا اللي بتعبد الله العدل اللي قال لنا وألا تزر وازرة وزر أخرى إن كلمة قرية يكون معناها القرية اللي هو اللي احنا فاهمينه في العربي، ربنا يريد يدمر قرية باللي فيها بقى صالحين وستات ورجال وأطفال يأمر مجرميها اللي هم المجرمين فيفسقوا فيها فيدك القرية باللي فيها؟ طب والمساكين أخبارهم إيه؟ الله سبحانه وتعالى حسم الأمر تماما في آيات أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القصص: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول في سورة الأنعام: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل إهلاك القرى الظالمة بيرسل لأهلها رسل وأنبياء، وبالتالي ما فيش حد منهم له حجة انه يقول انه كان غافل عن الحق وانه لم يصل الحق. وبيقول الله سبحانه وتعالى عن ان الاهلاك للقرى لا يكون الا واهلها اهل ظلم واهل كفر وليسوا مصلحين. طيب تعالوا نشوف ماذا يقول الله عز وجل في سورة الأعراف عن قرية من قرى بني إسرائيل. الله تبارك وتعالى يقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يعني الصالحين اللي بينهوا عن المنكر وبيأمروا بالمعروف ربنا سبحانه وتعالى نجاهم وأهلك الظالمين. أما مسألة الأطفال فدي تدخل تحت ما يسمى مشكلة الشر اللي هي محيرة الملحدين يا حمادة، واللي بيستخدموها دايما في الترويج للكفر بالله أو أي اعتقاد فاسد تاني بيحاولوا الترويج له، ودي كنا عملنا عنها حلقتين في غاية الأهمية، تلاقوا الروابط بتاعتهم في وصف الفيديو وفي التعليقات. ووضحنا في الحلقتين دول نظرة المسلم للكوارث والمصائب والشرور اللي بيتعرض لها الأبرياء من منظور الإسلام، واللي بتحل كل الإشكاليات اللي موجودة في عقول الملحدين واللي بتخليهم إما يعلنوا إلحادهم ويروحوا للإلحاد بشكل صريح، وإما يبدأوا يروجوا العقائد الوثنية زي تناسخ الأرواح مثلا بزعم أن العقائد الوثنية دي بتحل المشكلة اللي هم زرعوها في عقول من يجهل اعتقاد المسلمين ونظرة الإسلام للمسألة دي. وأخيرا يبقى سلم لي على الكرم يا حماده. سلام عليكم.